نصيحتي ليك قبل ما الفيزا بتاعتك تنتهي طالما لسه فيها شهر، حاول تروح على البرتغال وتنزل في اي فندق وتطلع حاجه اسمها الانترادا ليجل. الانترادا ليجل بتثبت ان انت دخلت والفيزا بتاعتك حيه في البرتغال، وتقدر بعد كده تعدل الوضع بتاعك في البرتغال عن طريق التكوين المهني. دي اسرع طريقه. هقول لك برضو اسبانيا عشان خاطر اعرفك ايه الفرق ما بين اسبانيا وبين البرتغال. اسبانيا مش وحشه، بس اسبانيا فيها حاجه، الدنيا بتمطر والشمس طالعه سبحان الله. اسبانيا تقدر ان انت تروح هناك وتعمل حاجه اسمها شهاده سكن، والفيزا بتاعتك برضو ساريه لو انت بتفكر في اسبانيا. ولكن المشكله في اسبانيا انت لازم تقعد سنتين، وبعد السنتين دول في القانون الجديد اللي هم بيدرسوه تقدر ان انت لو حصلت على عقد عمل بتاخد اقامه. ولكن السنتين دول انت وضعك غير قانوني خلاف البرتغال. فعشان كده بقول لك البرتغال ميزتها ان انت من اول ما بتيجي ممكن في خلال 3 4 شهور حد اقصى 5 شهور بيكون معاك اقامه تكوين مهني، وبتقدر تحولها لاقامه عمل. الميزه برضو اللي انا عاوز اقولها لك ان انت حتى لو مش بتفكر في الوقت الحالي وما معكش فلوس، معلش خلينا نتكلم معاك بصراحه، هتقول انا هروح وهصرف وما معيش مصاريف التكوين المهني، ظروفي لا تسمح، خد تذكره او خد باص تعالى على البرتغال، اعمل حاجه اسمها انترادا ليجل. ادخل اي فندق، اسكن في اي فندق لمده يوم واحد وقول له عاوز انترادا ليجل او عاوز فاتوره، اي حاجه تثبت، واحتفظ بتذكره الايه الباص اللي انت جاي، سواء جاي بقى من اسبانيا، جاي من فرنسا، جاي من المانيا، جاي من اي دوله. احتفظ بتذاكر السفر اللي بتثبت ان انت لما جيت من مصر، انا مش عارف انت من اي دوله بس شكلك مصري، ان انت جيت ودخلت قانوني، وفي نفس الوقت ان انت اتنقلت ورحت فين وجيت منين، لان التذاكر دي بتطلب منك. فما تضيعش الفرصه عليك طالما عندك لسه فيزا ساريه فيها شهر. استغل الفرصه، ما تضيعش الوقت، حاول ان انت تيجي على البرتغال، لان البرتغال انا بالنسبه لي تقدر تشتغل فيها من اول يوم بتيجي فيه، تقدر تطلع رقم النيف والنيس، تفتح اكتيفيداد اللي هو النشاط الحر. لو ربنا كرمك ولقيت حد يديك عقد عمل وتشتغل، الموضوع بيكون معاك سهل يا ابن الحلال. ربنا يوفق الجميع، وما تحرموناش من دعائكم كالعاده. السلام عليكم. وعليكم السلام.